لا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. اولا حابب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول رمضان علينا، يكون رمضان كريم علينا ان شاء الله. واسف لو صوتي ما كان مضايقكم النهارده لان انا صوتي تعبان شويه، بس انا عملت اللي اقدر عليه انا وسجلت ان شاء الله الفيديو عجبكم وبس كده. افتح العرض النهارده بدخول درو ماكنتاير. دخل درو ماكنتاير وقال سيس رولينز مدمن على لفت الانتباه، انا هدمره وهخرجه من طريقي زي ما عملت مع سي ام بانك. بعدين الجماهير كلها بتهتف لسي ام بانك. بقى بيقول درو اتمنى ان بانك يبعت لي رساله شكر فيها انا حافظت على اهميته في غيابه، وان افضل حاجه ممكن ان الاتحاد يعملها انه يعمل مع اقوى الناس في العالم هو ذا روك. واتمنى ان كل شخص في الاتحاد انه يكون واثق انه هيكون بطل الكل يفتخر بيه. بعدين بيقطعوا سيس فريك رولينز بطل العالم للوزن التقيل. دخل سيس رولينز وقال اخرس خالص، ما تتكلمش يا درو، اخرس خالص. انت كنت بتتوسل ليا كل مره للفت الانتباهي وبتتوسل ليا كل شويه، وان بعد ما اخلص ليله الاولى من ريسل مانيا هكون فاضي جدا لدرو ماكنتاير. ايه ضايقتك، تعال اضربني. اديني كليمور، يلا اديني كليمور، اهو يلا نزلت على الركب اهو، اديني كليمور يلا يا درو مستني ايه؟ اديني كليمور. اسمع كلامي المره واحده بس في حياتك يا سيس، كنت على حق في كل الوقت ده. قلت قبل مراتنا الاخيره ان لازم يتغلب على البراد لاين وان كان على حق. مجرد اتغلبت على البراد لاين حياتي بقت احسن، وان سيس عمل نفس الشيء وبقى بطل عالم للوزن الثقيل، لكن لسه ما تغلبش على البراد لاين. درو انا كنت بعتقد ان سي ام بانك هو اكبر منافس ليا في العالم قبل درو ماكنتاير، وان درو قعد يتكلم عن البراد لاين لسنين لدرجه انه افتكر ان درو عاوز يكون عضو في البراد لاين، وان درو ماكنتاير هيحب يبيع نفسه لزاروك عشان يكون بطل عالم للوزن الثقيل، وان في الليله الاولى من ريسل مانيا هو وكودي روز هينهوا البراد لاين، وفي الليله الثانيه هيهزم درو ماكنتاير. واخر حاجه يسمعها درو ماكنتاير هو الجماهير وهي بتغني لاغنيته انا ههزمك يا سيس في ريسل مانيا، انا مش عاوزك تقلق من الحته دي خالص. من الرغم من كل المشاكل اللي بتدور في عقله فان درو ماكنتاير هو الشخص اللي قلقان عليه. مش عارف ليه، ما اعرفش ليه برضه صحيح. درو ماكنتاير يعني اتضايق منه وحب ان هو يطلع يضربه يعني، لكن سيس رولينز كان مستعد له، فدرو ماكنتاير خاف جاب ورا ومشي. فكرة حلوة جدا بتسخن العداوة ما بين سيس رولينز ودرو ماكنتاير، لان احنا كنا ناسيين العداوة ده اصلا في حكاية البراد لاين، فهم الدولة ايه لازم تفكرنا بيها وتسخن العداوة اكتر واكتر. فكرة حلوة جدا وكان فيها جلد كتير وكان فيها حاجات كتير، اديها 7 من 10. بقى بنخش ورا الكواليس بنلاقي نيك ألدس وادم بيرس بيعلنوا ان فين بالور وديميان بيرس هيدافعوا عن القاب التاج تيم في ريسل مانيا 40 في مباراة من نوع السلالم ضد 5 فرق، وهيتم اقامة 5 مباريات لتحديد من هم منافسين ديميان بيرس وفين بالور في ريسل مانيا. بعدها فين بالور وديميان بيرس بيكونوا متضايقين قوي من قرار دفاعهم عن اللقب في ريسل مانيا، وبيقولوا ان هم عاوزين يلعبوا قبل ريسل مانيا يعني وكده. فديميان بيرس بيقول انت هتلعبنا في ريسل مانيا؟ انا عاوز ارتروس النهارده عشان اضربه. ايام بس يلا يا عم يلا ان شاء الله مع حد حوش، انا ولا ارتروس، ارمي سجارة الحشيش وتعالى. الله حيانا ربنا يعني انت يعني لما ديميان بيرس لما بيتخانق من اي حاجه هتقولي ارتروس، يا اما يضحكني يا اما اضربه. بقى بخش على الفقره اللي بعدها. مايكل كول بيكون مستضيف كودي رودز. مايكل كول بيسال كودي رودز ليه انه صافع زاروك بالقلم. كودي رودز بيرد عليه وبيقول له انه زاروك بيقول ان هو رئيسه، ولو هو رئيسه فعلا فدي حاجه كويسه جدا ان انا ضربت رئيسي. بعدها مايكل كول بيقول لكودي رودز ليه هو واثق في تعاونه مع سيس رولينز لمواجهه رومان رينز وزاروك في الريسل مانيا، بالرغم من ان كل المخاطره اللي ممكن انه يواجهها، وانه لو واثق في سيس رولينز واللي ما بينهم في عداوه قبل كده ليه عمل كده يعني. كودي رودز رد عليه وقال له الناس بتتغير، وانه من سنين كسر عرش شخص، وانه دلوقتي هو الشخص ده مشاكل انا وسيس رولينز المشاكل اللي بينا حليناها تماما،
ما انضم جاي اوسو، وان انا بحترم سيس رولينز كويس جدا، وان انا متوتر وخايف جدا للي ممكن يحصل، لكن انا مصمم وعلى كده، مش عشان بس انهي قصتي، بس عشان والدي وعشان عيلتي وعشان كل الناس اللي وثقوا فيا والناس اللي دعموني. اجمد كده ولا مش... لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. هي كده ان WWE بتديك شكه كده ان هو ممكن سيس رولينز يخونه في الريسل مانيا، وان الناس وان WWE مش ناسي حاجه زي ديت، وان هم عارفين حاجه زي دي وبيشككوك. بس انا بعتقد يعني ان هم WWE بس بتديك شويه غموض كده، غموض كده، عشان الريسل مانيا تكون مولعه، وده حاجه جامده قوي قوي من ترابل اتش. يعني بعد ما نخش المباراه اللي بعدها، ديميان بريست بيخش على ارتروس وبيهزمه بعد اداء جامد جدا من ديميان بريست وضرب جامد جدا من ارتروس، لانه اتضرب كتير النهارده واتضرب بشكل حلو قوي. فمش عارف والله المباراه كانت حلوه قوي. بعد المباراه دخل فريق دي اي واي وهجموا على ديميان بريست، يعني اللي هو في عداوه، يعني في عداوه ما بين دول ودول، وظهر ان دي اي واي هم اللي هيكون ابطال الفرق في الوقت القادم. بعدها بيخش المين ايفنت جاي اوسو بعد تفاعل جامد جدا من الجماهير، التعليق بيتفاعل، الجماهير بتتفاعل، انا بتفاعل، حاجه جامده جدا في داخل جي اوسو، والله بتبقى حماسيه قوي. دخل جي اوسو واتكلم عن جيمي اوسو وقال: انا كنت بدور على بدايه جديده منكم انتوا يا جدعان، وان اكون في الرو واكون في بدايه جديده، لكن البلد لاين ما سمحتش بحاجه زي دي، وانا بتحدى اخويا جيمي اوسو في مباراه في الريسل مانيا، وانه لازم تقبل التحدي ده يا جيمي، عشان انا هضربك على مؤقتك لانك تستحق ده. ايوه انا يعني فين الحماس في ده؟ يعني ليه تاني ما دخلش وعملت برومو حلو وطولت في البرومو شويه؟ ليه بقى يعني كده انتوا كده قتلتوا الحماس؟ لان المباراه دي كانت ممكن تكون احسن من كده في البناء، بس الظاهر ان هو تريبل اتش كنسلها كده خلاص، بقى الناس عارفه اصلا والدنيا كلها عارفه، فيلا مش لازم البناء حلو قوي يخش يتحدى يا جي. انا في مقابله خلف الكواليس دخل جونتر وبيقول انه هزم ريكوشيه من 640 يوم وخد منه اللقب ورفع اللقب وخلاه اللقب ليه قيمه يعني اكتر من اكتر من اي وقت فات، وانه المناسب ان ريكوشيه هو اللي يقابلني في ريسل مانيا هتكون مناسبه جدا، لكن مهما حصل ومهما اللي كسب فانا بتمنى له حظ سعيد. بعدها بنخش على التحدث الرئيسي معانا، بيدخل جي دي ماكدونالد وريكوشيه. الواد جي دي بسم الله ما شاء الله بيتدرب حلو قوي يعني، وريكوشيه على عليه قوي، وكانت حاجه جامده جدا بين ريكوشيه وجي دي، لكن طبعا خلصها في الاخر ريكوشيه وعدى عليه، وبعدها دخل له برونسون ريد. دخل برونسون ريد وكان تقيل قوي على ريكوشيه، يعني مش تقيل كثقه يعني وكان لعب وكده، لا تقيل كحجم، يعني ما كانش عارف يلح معاه، كل ما يجي يعمل معاه حركه لياقه كده لا برونسون ريد يتضرب وخلاص، ما فيش ضربه حلوه انه يستقبل الضربه حاجه جميله كده، لا يعني مش قوي. في الاخر برونسون ريد هو اللي عدى على ريكوشيه، وبعدها دخل له سامي زين. دخل سامي زين واللي هو يا الله يا رحمن الرحيم انا كنت صايم النهارده وما يعلم بها الا ربنا، ودخل على واحد اكبر منه ب5 اضعافي، يا ساتر يا رب. واللي هو برونسون ريد انت مسلم يلا، تعالى لي يلا، انت كنت صايم يلا، ده انا هطلع كل الاكل اللي انت فطرت بيه واللي هتفطر بيه واللي اتسحرت بيه. دخل عليه وبسم الله ما شاء الله، يعني سامي زين يعني مش عارف يعمل ايه، كل ما يحاول يليح مش عارف يليح، بس في الاخر عكس الضربه بتاعت برونسون ريد وعدى عليه، وبعدها دخلوا شيزني ناكامورا. بس هو برونسون ريد ما عجبوش الموضوع، قال لك انا هطلع كده وخلاص، انا اهو ضربت الوقت من غلا ناكامورا خش عدى عليه. دخل ناكامورا واللي هو بقى خلاص اكسب بقى وبرياكشنات الجامده ديت، الرياكشن بتاعي واعمله واكسب الواد اللي بعدي واو خلاص كده. دخل كده واللي هو خلاص بقى هيفنش سامي زين ويعيد ويكسب، لكن سامي زين يعني صدها وفاق شويه وقعدوا يضربوا مع بعض شويه، وبعدها سامي زين عدى عليه وكسب. بعدها دخل له تشات جيبل، وتشات جيبل اللي هو كده لقاه كان متدمر خالص، فما حبش الكلام ده، وكان عنده روح رياضيه جامده جدا، فقومه وقال له قوم ضربني يعني زي الرجاله يعني وكده. وسامي زين يعني قام وفاق شويه ضرب نفسه قلمين كده وقال لك يلا هوبا يلا هوبا طك يعني ايه. كان المباراه حلوه قوي صراحه، وكان الاداء ما بين سامي زين وتشات جيبل كان جميل قوي، وتشات جيبل كان فايق فيها قوي، والاداء كان حلو يعني عامه يعني. في الاخر
سامي زين هو اللي كسب، وبعدها دخل له جونتر وبعده يبص لبعض والفقره انتهت على كده، وبيكون كده العرض خلص، وكده رسميا سامي زين وجونتر مباراتهم في الريسل مانيا. بس سامي زين يعني كان حياة تشات جيبل يعني في الاخر، وكانت روح رياضيه جامده قوي ما بين تشات جيبل وسامي زين، وكانت حاجه حلوه قوي. المباراه دي كانت جامده جدا، ادي لها 9 من 10 كاداء. الاداء بتاعها كان جامد قوي، واتمنى ان سامي زين هو اللي يعملها في ريسل مانيا، ودي تكون فرصته ان شاء الله. العرض ده يعني كان حلو قوي، الناس كانت مستوحشاه لان كان متوقع ان بروك ليسنر يجي النهارده، لان بروك ليسنر كان اتحط على موقع الدبليو دبليو اي من تاني ورجع لموقع الدبليو دبليو اي في قائمه الاحرار، وده بيعرفنا ان بروك ليسنر خرج من القضيه بتاعته دي وبقى حر يعني. لكن انا عارف ان بروك ليسنر مش هيجي النهارده، لانه مش هيخرج من السجن كده على خبط لازق على الدبليو دبليو اي كده، لا. وبعدين مش عارف هيظهر امتى صراحه، ومش عارف هل هيرجع بروك ليسنر، وهل التيكو هتسمح انه بروك ليسنر يرجع ولا لا. هنشوف كل ده قدام، واتمنى ان بروك ليسنر يرجع. وبس كده يكون خلص الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وتنزل تحت في التعليقات ايه نسبه حماسك لريسل مانيا 40. ويلا سلام.